السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. والموضوع ديال هذه الحلقة يكون على مهرجان موازين. والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى والوعي ديال الناس كانت المقاطعة ديال هذا المهرجان ناجحة، وخلى بزاف ديال الإعلاميين يعني في الوطن العربي يهضروا على هذه المقاطعة اللي داروا المغاربة لهذا المهرجان ديال مهرجان العار، اللي ما خصوش أصلا يتسمى موازين، لأن الكلمة ديال موازين بزاف عليه. واقيلا مهرجان بحال هذا ديال الفسق والفجور ما جاتش عليه الصراحه هاد الكلمه ديال هاد التسميه ديال الموازين. غادي نشوفوا التعليق ديال الاعلامي معتز مطر على هاد المقاطعه اللي داروا المغاربه لهاد المهرجان. في الشعب المغربي اللي بيتزامن مع هذا التوقيت بيقاطع مهرجان موازين، مهرجان الموسيقي. كانت انغام سودوا لها الدنيا عشان تغني، لان ما فيش 1000 واحد راح يتفرجوا عليها. مهرجان موازين اللي كان بيقلب الدنيا، الشعب قطع، قال لك هنرقص على دم اخواتنا المغاربه، قال لك نرقص على جراح اخواتنا، لا يمكن ابدا. فالمقاطعه كانت لاكبر مهرجان موسيقي في المغرب، دوره 19 مقاطعه لاكبر مهرجان موسيقي. طبعا برضو الحكومه اصرت ان المهرجان يتعمل وبتاع، محرقه في رفح وموازين في فرح. بص حضرتك المهرجان، بص الناس، بص الحضور. دوره 19 اعداد ضعيفه جدا جدا، لا يمكن تقارنها مع الدورات السابقه. المهرجان اللي كنت بتشوف فيه اقبال كبير جدا السنين اللي فاتت، مش موضع لقدم عشرات الالاف، السنه دي الوضع بهذا الشكل. ده الشعب المغربي، ده الشعب المغربي. بص حضرتك، تخيل المسرح، بص، ده الشعب المغربي. بص الولد ولا البنت ده ولا بتاع اللي قاعد بعلم فلسطين في وش المسرح، ده الشعب المغربي، ده الشعب المغربي. دي الصور، دي الحقيقة بتاعت الحفلات بتاعت مهرجان موازين. اما المحاوله ديال بعض وسائل الاعلام العامله والخائنه باش تبين يعني المنصات عامره وان الحضور راه كان وما كايناش كاع مقاطعه، راه كان صراحه ردوا عليهم يعني المغاربه بهذه الطريقه هذه وبهذه الفيديوهات اللي غادي تشوفوا دابا. في عز ما هم بيرحبوا بالضيوف وبيقدموا الفقرات، الناس المغاربه الشعب فضحهم بالفيديوهات. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, الله يسلم. ولا بد ما نرجعوش شويه على هذا الفيستيفال، un festival qui depuis la création ديالو a toujours contribué justement au rayonnement de la culture musicale en général, de la culture musicale marocaine internationale, un festival qui a toujours fait plaisir aux passionnés, un festival qui a toujours fait la promotion des valeurs de loyauté, un message qui a toujours été tolérance tout simplement. وهذا هو باش حنايا كنفتخروا بهذا المهرجان اللي كيجيب الناس من العالم. وهذه الليله هذه وبارتيكولي حاضرين معنا بزاف ديال الناس. انا قبيله كنت كنهضر مع ناس جايين من ايطالي، تشاو مرحبا بكم، معنا بزاف فريمون كوميونيتي. ادي المهرجان، مهرجان موازين. ارجع للفيديوهات وشوف واعمل في جوجل واسال شات جي بي تي، قول له مهرجان موازين ده عامل ازاي. ده الوضع في المهرجان بعد الحمله اللي اطلقها الشعب المغربي لمقاطعه المهرجان. قال لك يمكن نرقص او نغني واخواتنا وفلسطين تحت هذا الكم من القتل والاعتقال والتنكيل والقصف والقهر. وهنا غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساوش الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وكنتمنى أنه درجة الوعي تزاد عند الناس ويتم مقاطعة ديال هاد المهرجانات هادو، لأن ما كيشرفناش حنا كمغاربة يدار هاد الشي وخوتنا في فلسطين كيعانيو. تلقاو فيديو واحد آخر إن شاء الله. تهلاو في راسكم.